النهارده هكلمكم عن اجراء هيكون مفيد جدا للاباء والامهات، خصوصا مع اللي اطفالهم صغيرين او غير متعاونين ان هم يزوروا طبيب الاسنان، وده بسبب تخوف الاطفال من شكل وصوت وادوات الاسنان. الجميل في الموضوع ان في ماده اسمها الاس دي اف خدت مؤخرا موافقه من الاف دي اي بامان استخدامها، والماده دي بتتميز ان هي بتقدر توقف عمليه التسوس. قبل ما اكلمك عن مميزات الماده دي خليني افكرك ان احنا سبق واتكلمنا في فيديو عن ازاي نحمي اسنان ابنائنا من ان هي تسوس، ولو عايز تشوف طرق حمايه الاسنان من التسوس ممكن تشوف الفيديو. طيب حصل وبقى في عندنا سن لبني مسوس والطفل غير متعاون ان هو يروح يزور طبيب الاسنان عشان يعمل تنظيف للتسوس وحشوه، وقتها هنلجا لماده الاس دي اف، وبتتميز الماده دي بان هي تعتبر حل اقتصادي بنقدر بيه نوقف عمليه التسوس عن طريق ان احنا بنجفف السن ونطبقها على السن لمده دقيقه، وبعد كده بنسيبه لغايه اما ينشف، وبكده نكون قدرنا نوقف عمليه التسوس. وبتتميز الماده دي بان هي ما بتحتاجش ان احنا نعمل حفر في السن او نستخدم ادوات حفر الاسنان او حتى نستخدم بنج او الادوات اللي هي بتخوف الطفل. وللاسف عشان الحلو ما بيكملش فالماده دي ليها سلبيات. اول حاجه ان هي بتحول السن للون الاسود، ثاني حاجه ان هي يعتبر اجراء مؤقت وبتضطر انك تكرره مرتين سنويا عشان تنجح في التغلب على التسوس. ثالث حاجه ان هي تعتبر غير ماده الحشو، يعني لو السن فيه فجوه او حفره فالفجوه دي هتفضل موجوده، وانما ان احنا بنتغلب على تطور التسوس. عشان كده لازم ننصح الاطفال ان هم يعمل براشنج وتنظيف لاسنانه من اي بقايا طعام. اخر حاجه لو التسوس كان عميق ووصل العصب وقتها استخدام الماده دي هيكون غير مفيد، وهنكون مضطرين ان احنا نعمل تنظيف وحشو للعصب. وانما الماده دي بتكون مفيده لو التسوس كان سطحي او حتى لو كان عميق، بس اهم حاجه ما يكونش وصل للعصب.